اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة. النهاردة هنسيح مع بعض الزبدة الفلاحي بأسهل طريقة ما تتحرقش منك، وازاي تخزنيها وتفضل معاكي من السنة للسنة. أول حاجة بس هنطفي الكشاف عشان الإضاءة بتاعتنا تبقى كويسة. عندي بقى زبدة صفرة زي ما احنا شايفين كده، دي زبدة بقري. اول ما بتجيبيها بقى لازم بتجيبيها، عارفين ده اسمه زر زبدة او زر سمنة بلدي. بتجيبيه بقى ده يكون مقاس صغير. كل ما بتجيبي مقاس الزر عندك او حتة الزبدة عندك صغيرة كده، بيكون اللبن فيها اقل، وطبعا بيكون الغش فيها طبعا اقل. اول حاجة بتجيبيها زي ما قلتلك من حد موثوق منه، دي اهم حاجة في الزبدة بتاعتنا، لازم تجيبيها من حد موثوق منه. تاني حاجة تجيبيها بقى المقاس الصغير، حتى لو حد انت عارفاه قوليلها اعمليها لي زرار صغيرة او مقاسات صغيرة. دي اهم حاجة عندنا علشان ما يبقاش فيها لبن كتير وتطلع معاكي مرتة كتير. وطبعا زي ما احنا عارفين الزبدة غالية وكل حاجة غالية زي ما احنا شايفين مع بعض الحياة يعني. فعلشان ترمي معاكي زبدة ما ترميش معاكي مرتة. تمام كده، هنحطها بقى في الحلة مع بعض. انا حبيت بس اديكوا كام معلومة كده في السريع. لو اول مرة تشوفي قناتنا ارياف ومدن، ما تنسيش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو حلو زيك، وقوليلنا انتي بتسيحي الزبدة بتاعتك امتى، وبتجيبيها من حد موثوق منه ولا بتجيبيها من الاسواق عادي. ناس كتير قوي بتجيب، خصوصا بتوع المدن بيجيبوها عادي من الاسواق، او بيجوا مثلا الناس اللي هم الفلاحين بيجوا بقى على النواصي بتاعة الشوارع وبيجيبوا بقى زبدة وسمنة ولبن ورز وكل حاجة. بصراحة ما شاء الله بيجيبوا من خيرات ربنا. عندي بقى حلة على النار زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وطبعا يفضل يكون الحلة بتاعتك ألمونيوم. الألمونيوم مهمة جدا في ان انت تسيحي فيها الزبدة، بتطلع معاكي الزبدة زي الفل وما بتتحرقش منك. هنبدأ نحط الزبدة بتاعتنا. زي ما قلتلكوا الزبدة بتاعتنا دي بقري، بتكون اخف شوية من الجاموسي. وزي ما انتوا عارفين ان اللبن الجاموسي كمان بيكون اتقل شوية من اللبن البقري، دي معروفة بيكون اغلى شوية. وكمان الزبدة بتاعتنا البقري بتكون ارخص شوية من الزبدة الجاموسي. طبعا دي معلومات ممكن يكون في ناس مش عارفاها وطبعا ناس عارفاها. انا ضفت بقى الزبدة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، دي بتاع تقريبا كيلو ونص. فانتي بتحطيهم في حلة واسعة شوية عشان الزبدة بتاعتك بتبدأ تفور معاكي. فطبعا لما تيجي تفور يكون في بقى واسع وبراح كده في الحلة، وما تفورش على البوتاجاز خسارة. عندي بقى معلقة خشب هبدأ اقلبها طول ما بسيح الزبدة بتاعتي. انا ما بخرجش من المطبخ خالص، يعني بفضل واقفة جنبها كده لازقة في البوتاجاز لحد ما تتسيح واطمن عليها تماما. بدأت تسيح معايا واحدة واحدة اهو. شجعونا بقى يا جماعة بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو، آه علشان نقدر نستمر ان شاء الله، وربنا يفتح علينا جميعا ويرزقنا جميعا من فضله. طبعا احنا بنجيب، عايزة بقى تجيبي بالاسبوع هاتي، عايزة تجيبي بالشهر هاتي. بس طبعا بالشهر يعني كل ما تقبضي او جوزك يقبض انزلي هاتيلك كيلو ونص ولا 2 كيلو شيليهم في البيت. او لو انتي بقى من محب ان انتي تخزني بقى الزبدة بتاعتك من السنة للسنة، ده بيكون حلو جدا. وطبعا افضل تخزين للزبدة بيكون معاكي في طوبة افضل شهور تخزين الزبدة. بتكون الزبدة بقى عايزة اقولكوا بتكون حلوة جدا جدا، وده انسب وقت ليكي ان انتي تسيحي الزبدة بتاعتك تكون في طوبة. بفضل بقى زي ما احنا شايفين كده اقلب فيها علشان ما تلزقش مني. احنا طبعا معليين النار دلوقتي، هقولك تهدي النار امتى علشان ما تفورش منك. وطبعا خسارة خالص، لسه الزبدة بتاعتي بتسيح معانا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. نصلي كده على النبي يا جماعة واحنا مع بعض، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كده ونسمي بسم الله. طبعا علشان دي حاجة اكل فبنصلي على الرسول ونقول ما شاء الله لا قوة الا بالله.
علشان احنا ممكن كلنا نحسد بعض. ازاي بقى؟ انتي تقولي انا ما بحسدش وانا كمان ما بحسدش، بس انتي اول ما تشوفي حاجة وتعجبك بنقول ايه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. انتي وانتي داخلة بيتك كمان تقولي ما شاء الله لا قوة الا بالله. فدي حاجة كويسة جدا بنتعلمها من بعض يعني. شايفين بقى حبيباتي بدأت الزبدة بتاعتي تسيح خالص زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وبدأ هتسيح خالص بقى وهتبدأ تفور معايا. تمام كده، لسه بقى الزبدة بتاعتنا بتسيح. اول ما تسيح معايا هتبدأ تفور الزبدة بتاعتنا، هنبدأ نوطي. شايفين بقى مع بعض الرغوة دي بتأكد لك ان انتي خلاص هي قربت تفور معاكي، فهنبدأ نوطي البوتاجاز. مستنية بس ان هي تبدأ تفور علشان اوريكم، علشان واحدة واحدة كده مع بعض، عشان البنات الصغيرين اللي متجوزين جداد حبايبنا يشوفوا احنا بنسيح الزبدة ازاي. لاني طبعا بسمع كتير تقولك انا جبت زبدة واتحرقت مني، جبت زبدة وطلعت نية معايا. فطبعا الحاجات دي كلها بتزعل، الحاجة غالية والحاجة زي النار. فايه، احنا محتاجين ان احنا نساعد بعض ونقف جنب بعض كده ونعلم بعض. وفي ناس تقولك انت جاي عاملة فيديو تسييح زبدة، دي حاجة سهلة جدا. ما هو سهل عليكي لكن صعب على بنات كتير. احنا بنعمل لكل الناس، اللي بيعرف يعمل واللي مبيعرفش يعمل. شايفين بقى؟ على فكرة الرغوة دي حبيباتي دي هتبقى مرتة معانا، بس لسه بقى ايه، في مرحلة ان هي لسه بتستوي. شايفين بقى الرغوة دي؟ خلوا بالكم بقى بعد الرغوة دي هتلاقوا الزبدة بتاعتنا بدأت تفور. ونخلي بالنا لازم تسيح الزبدة بتاعتك في حلة يكون اكبر من حجم الزبدة بتاعتك، يعني ما تخليهاش على القد خالص، هتلاقيها فارت منك على البوتاجاز نصها. بقولك اهو. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا ويصلح حالنا جميعا. شايفين بقى حبيباتي؟ انا هديت النار علشان خاطر الزبدة بتاعتي ما تفورش، وهسيبها تستوي بقى واحدة واحدة كده مع بعض. انا بفضل اقلب فيها طول الوقت، عمالة اقلب فيها. هسيبكم بقى مع الفيديو وهرجع لكم في حتة مهمة.
انا سمعتكم بقى شوية موسيقى كده علشان تهدي اعصابكم، طبعا مش معقول هقعد اتكلم كل ده، بس انا سبتكم تتفرجوا على الفيديو براحتكم. شايفين بقى المرتة بتاعتنا، الزبدة كمان داخلة في تسوية. اول ما لونها يفتح معانا هنبدأ نهدي عليها النار ونسيبها حاجة بسيطة كده، وبرضو واحنا واقفين على البوتاجاز نبدأ نقلب برضو لحد ما لونها يفتح معانا، هنشوفه دلوقتي. شايفين بقى الزبدة بتاعتي ما شاء الله لا قوة الا بالله، داخلة في تسوية بقى. ونخلي بالنا علشان هي هتبدأ تغمق، عند ما هتبدأ تديكي لون يعني ذهبي غامق سنة كده، ابدأي اطفي النار عليها. هنبدأ نحط بس سنة ملح صغيرة كده علشان المرتة بتاعتنا. خلي بالك بقى علشان ما تتحرقش منك، لان في المرحلة دي ناس كتير جدا بيشتكوا ان المرتة الزبدة بتاعتهم بتتحرق في المرحلة دي، او تهدي عليها النار وتنسي وتسيبيها، لا، او تسيبيها بقى تفضل تغلي تغلي وهي يعني هتديكي لون اغمق من بعد ما تطفي عليها شوية، فخلي بالك برضو من المرحلة دي. شايفين بقى حبيباتي اهو، عندي ما شاء الله الزبدة بتاعتي بقت زي الفل معانا اهي. انا سبتها طبعا تبرد علشان هحطها في علبة بلاستيك علشان ابدأ استخدمها في المطبخ. شايفين بقى المرتة بتاعتنا، شايفين الزبدة عاملة ازاي ما شاء الله زي الفل. تعالوا بقى نفضيها في علبة او نفضيها في نسيت اقول لكم ان انا هزود عليها شوية كده من السمنة اللي عندي موجودة في البيت، السمنة اللي هو النباتي، علشان نزود بس الكمية معانا نزود الكمية علشان لما اجي اطبخ بيها يبقى كل السمنة عندي واخدة طعم البلدي. يعني بقى قولوا اللي تقولوه يعني. هتبدأ تسيح بقى مع بعضها كده، هي هديت هبدأ اشيلها في علبة او برطمان ازاز عندك يكون مغسول وناشف ومتعقم كويس. هسيبهم بقى لحد ما المرتة كده تبقى تحت كده في القعر او في القاع. عشان السمنة بتاعتنا بقى كلها تبقى واخدة طعم البلدي الذي لا يعلى عليه. سيبك بقى من الزبدة النيوزيلندي اللي عمالين يعملوها ويألفوا يقولولك من اللبن وغيره وغيره، طبعا البلدي لا يعلى عليه، ما تبوظيش خامات على الفاضي. شايفين بسم الله ما شاء الله حبيباتي، شايفين الزبدة بتاعتي عاملة ازاي زي الفل ما شاء الله، ولا ريحتها زي العسل، فعلا البلدي يوكل. طبعا مش اي فيديو نمشي وراه ونجري نعمله يا بنات، فنخلي بالنا الحاجة غالية جدا والحاجة بقت صعبة، مش اي فيديو تروحي تجربي وتعمليه وتخسري المواد بتاعتك او الخامات بتاعتك. فايه الفيديو اللي وانتي واثقة فيه ابدأي اشتغلي واعمليه. طبعا ممكن يكون كتير بيغشنا وكده، بس على الله.